السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا عملنا الوصفة دي، بصراحة انا كنت مترددة جدا جدا ان انا اعملها. انا عملت النهاردة معاكم الطرب بإذن الله تعالى بطريقة سهلة وبسيطة جدا ولذيذة، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي دسامة. انا كنت خايفة ان انا اعمل الوصفة دي من كثرة الدسامة بتاعتها، لكن لما شغلت الشواية نزلت كل الدهون، شايفين كل الدهون بتاعتها ساحت. والمنديل اللي انا لافة بيه اللحمة ده بقى عبارة عن زي ورقة السجق كده على اللحمة. والمكون اللي انا حطيته زود لي اللحمه، وفي نفس الوقت ريحه الشوي ما خلتوش باين تماما ان هو مضاف لي المكون ده. وكمان حطاله حاجه خلت اللحمه من جوه هشه جدا جدا، حاجه كده فوق الخيال. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد كده في الكومنتات علشان تحل علينا البركه، ونشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. انا بصراحه مهما اتكلم اعذروني، آه، انا مش هدي الوصفة دي حقها. حاجة كده لأصحاب المزاج العالي. وصفة من وصفات عيد الأضحى المبارك، معلش طبعا للإطالة. شايفين حاجة كده وهم تحفة. طبعا لازم بعد كده ان انا احط معاها بقدونس، بحيث ان هو اي حاجة مشوية تضاف عليها بقدونس. انا معايا دلوقتي نص كيلو من اللحم البقري العادي خالص، هركنه كده على جنب، وهجيب المكون اللي انا زودت بيه اللحمة النهاردة، وهو البرغل. كوباية من البرغل، او حسب الكمية اللي انت تحبيها، هو مش هيبان تماما. بس في نفس الوقت ما تكتريش علشان خاطر ما تسيبش. يعني انا حطيت لنص الكيلو اللحمة كوباية واحدة من البرغل. حابة ان انا زودت معاه مية سخنة، غطيته بحيث ان هو يلين معايا بالمنظر ده. حابة ان انت تحطيه على طول مع اللحمة، وتخرطي عليه، تبشري عليه البصل ويشرب من مية البصل براحتك خالص. لكن انا حبيت ان مية البصل احطها اتبل فيها المنديل، علشان كده انا ما عملتش الخطوة دي. معايا هنا بصلاية حلوة كده مبشورة، ومعايا الكوباية بتاعة البرغل بعد ما اتنقعت، ومعايا اللحمة، ومعايا بصوا انا مش هحط غير ملح وفلفل فقط، واعتمادي كله على ريحة الشوي. تمام، نقول تمام. كده طبعا هصفي البرغل من المية بتاعته، وهنزل على اللحمة مش عارفة، هي الكاميرا والإضاءة لما أنا معلية الإضاءة فلونها مبيض شوية، لكن هي لونها كان بينك حلو جدا، يعني مش ما فيهاش أي دهون، لأن الدهون معتمدة معايا على المنديل بتاعي. كده تمام، كده تمام. ايه المكون التاني اللي انا هحطه وده السر الاساسي اللي انا هحطه في الكفتة بتاعتي وهتخليها هشة جدا جدا، اللي هو هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا انا هحط البصل مع البرغل مع اللحمة وهعجنهم بايدي كويس جدا، بحيث ان كله يتشرب من بعضه. طبعا بعد ما اعمل الخطوة دي هسيبها حوالي نص ساعة او ساعة، بحيث ان كل المواد تتفاعل مع بعضها. انا مش هحط اهو زي ما قلت لكم غير ملح وفلفل اسود فقط، فقط لا غير. اعتمادي كله على ريحة الشوي وريحة الفحم والطشطشة بتاعة الدهون. هعجنها كويس جدا جدا جدا، بحيث ان البرغل يدخل جوه اللحمة مع البصل مع كل حاجة. طبعا انا عصرت البصل واخدت المية بتاعته بعيد، علشان خاطر هقطع المنديل دلوقتي وهتبله في مية البصل مع الملح والفلفل، بحيث ان كله يبقى طعمه حلو كده، ما يبقاش عادم كده، او ما فيهوش آه، تتبيلة مثلا. طيب المكون التاني اللي انا بقول عليه دلوقتي هو البيكنج باودر. هحط معلقة واحدة من البيكنج باودر، بجد بجد على اي كفتة هتخليها هشة جدا جدا جدا، وهتعجبك وهتنبهري من النتيجة. بعد ما عجنتها كده هجيب
معلقة من البيكنج باودر وهحطها دلوقتي. هجيب المنديل بتاعي وهقطعه قطع صغيرة او قطع حسب ما يتلف معايا زي ورقة الملفوف او ورقة الكرنب. ده المنديل ده انا مش عارفة في البلاد العربية بيسموه ايه بصراحة. لو انتوا عندكم الوصفة دي قولولي بقى في الكومنتات، انتوا بتتابعوني من اي بلد، وقولولي الوصفة دي عندكم اسمها ايه او مش بتعملوها اساسا ولا بتعملوا ايه في المنديل بتاع بتاع اللحمة ده. المنديل ده عبارة عن مش عارفة اقول عبارة عن ايه، حد يشرح لنا بقى الناس، يعني لو في حد بقى يفهم في الجزارة وفي الحاجات اللي هي زي كده. شايفين انا قطعته عبارة عن زي ورق الكرنب او ورق الملفوف كده، بحيث وجبت اللي هي المية بتاعة البصل، دي مية البصل محطوط عليها ملح وفلفل اسود فقط لا غير، فقط لا غير. هقطعه كله زي ما حضراتكم كده شايفين، وهبدأ ان انا اتبله كله قبل ما اطلع والفه. المرحلة اللي بعد كده بقى بعد ما يتبل ويتشرب طبعا حوالي نص ساعة في التتبيلة بتاعتي، هجيب الكفتة بتاعتي وهبدأ ان انا الفه واقول بسم الله، ونلف الصوابع بتاعتنا بطريقة محكمة، هو كده كده هيكش فناخد بالنا. شايفين كده التتبيلة، وشايفين بقى الطرب بتاعنا بعد ما اتقطع كله واتبل. هجيب بقى الكفتة بتاعتي وهقطعها. قولولي لو حد بيعملها بطريقة تانية. بصوا انتوا ليكوا حرية التصرف، حابين تعملوها بلحمة صافي يبقى ماشي، ما فيهاش اي مشكلة. دي تركية من عند انا يعني، واول مرة اعملها وبصراحة النتيجة كانت كويسة معايا. لو انتوا حابين تحطوا عليها تزودوا اللحمة زي ما انا عملت كده بالبرغل، البرغل عمره ما هيبان في طعم الكفتة اللحمة، وفي نفس الوقت هيشرب من التوابل وهياخد من ريحة الفحم. طبعا بعد ما اتبلت بقى وسبتها حوالي نص ساعة او ساعة، جيت ان انا بلفها او لتاني يوم براحتكم خالص يعني حسب الوصف. لفتها زي صباع المحشي الكرنب بالظبط. شايفين بقى المنظر اهو. انا بعمل واحدة واحدة بحيث الناس المبتدئات. انا بفكركم بوصفة، بفكركم بأكلة، بنشوف افكار مع بعض. انا مش بعلم حد، يعني كلنا ما شاء الله متعلمين، والاكل ده بالفطرة ممكن بيطلع مع ناس حلو جدا من غير اي افتكاسات. وفي ناس بتبقى بتعمل الوصفة من دماغها بدون تعليم بتطلع حاجة حلوة. ركع نفس بقى. طيب كده خلاص احنا بنلف، ولفيت معاكم واحدة والتانية هلف معاكم التالتة كده علشان تشوفوا زي صباع المحشي بالظبط. شايفين اللحمة متماسكة ازاي ومش فكة وما فيهاش اي حاجة، وانا كده كده بقفل عليها الطرب بتاعي. كده خلاص قدامكم الكمية بتاعتي خلاص عملتها صوابع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهبدأ ان انا احطها بقى في الشواية واولع الفحم واشويها او اشيلها في، او عايزة افرزها لحين ما ان انا اشويها براحتكم خالص. وطبعا هتفتكروني بدعوة حلوة من دعواتكم الجميلة. شايفين حاجة كده وصفة جبارة. جبت بقى الشواية بتاعتي وولعت الفحم وحطيتها، وكده الوصفة بقت جاهزة معايا. حاجة جميلة جدا وحاجة جديدة لأصحاب طبعا المزاج والناس اللي هي بتحب. الوصفة دي غالية جدا برا. ممكن احنا نعملها في البيت مش هقول بأقل الأثمان لأن اللحمة دلوقتي بقت غالية جدا. وافتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وحضراتكم طيبين.